في الأول حابب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وحابب أقول لك إنك لازم تركز مع رمضان لأنه بيجي مرة واحدة بس في السنة، ودي فرصة كويسة عشان تلتزم في صلاتك وعبادتك وبس. شكرا. في عالم الموتوسيكلات في بايكس بتجري وفي بايك هو اللي بيشد الأرض وراه، وحش تصمم علشان الخط المستقيم يخاف منه من أول ما تدوس بنزين، تحس إنك ماسك في صاروخ مربوط بعجلتين. ده كawasaki نينجا زد اكس 14 ار، الموتوسيكل اللي كawasaki عملته عشان تقول للعالم لو عندكم قوة فاحنا عندنا زيادة. اشترك في القناة لو بتحب الموتوسيكلات وخلينا نحكي القصة من أولها. القصة بدأت بحرب، بس مش حرب زي اللي حاصلة دلوقتي، لا كانت حاجة تانية خالص، حرب سرعة حقيقية بين اليابانيين. سنة 99 سوزوكي هايابوزا قلبت الدنيا، أسرع بايك إنتاجي في العالم، رقم 300 كيلومتر بقى ترند الكوكب كله. كawasaki ساعتها كان عندها الكawasaki نينجا زد اكس 14 اللي نزل في 2006 ورد الضربة بقوة لسوزوكي، بس الزمن ما بيقفش والكل اتفق ان هايابوزا هو اللي كسب الحرب دي. مع بداية 2010 المنافسة بقت أعنف، إلكترونيات أكتر، عزم أقوى، تحكم أحسن، معايير أمان أعلى، والسوق بقى طالب أكتر. كawasaki كانت قدام اختيارين، يا إما تسيب الزد اكس 14 زي ما هو أو إن هي تعيد بناء الوحش من جوه مرة كمان. وهديلك 5 ثواني تفكر فيهم هي عملت إيه. بجد انت بتفكر؟ اختارت الحل التاني. امال الزد اكس 14 ار جه منين؟ بس اشمعنى كل اللي اتغير في الاسم هو حرف الار بس؟ حرف ار في عالم كawasaki مش علشان يبقى في فرق وخلاص بين الاخين، ده معناه تطوير داخلي وتحسينات ميكانيكيه حقيقيه بتركز على الاداء. النينجا زد اكس 14 ار ما كانش فيس ليفت، كان اعاده هندسه كامله. الهدف كان واضح جدا، كawasaki كانت عاوزه تعمل بايك اقوى من اي وقت فات، عزم بيضرب من النص ثابت فوق 280 كيلومتر مستريح، يتحكم في القوة دي إلكترونيا ويكمل سيطرة كawasaki في فئة الهايبر بايك. ببساطة لو في حد هيفكر يجيب هايبر سبورت يبقى لازم يفكر في الزد اكس 14 ار، وده اللي حصل. السوبر سبورت معمول لللفات العالية والمنحنيات والتراكات، الهايبر بايك معمول للخط المستقيم والسيطرة على السرعة المجنونة. زد اكس 14 ار اتولد علشان يكسب سباقات دراج ريس، عشان يثبت على سرعات مرعبة، وكمان يكون منصة تعديل تستحمل الضغط. ده بايك اتعمل علشان يكسر السقف مش بس يلمسه. ولو انت غرقان في المجال ده فاكيد المواصفات دي فكرتك بموتوسيكل واحد مفيش غيره، سوزوكي هايابوزا. زد اكس 14 ار ما كانش رد فعل بسيط، كawasaki لسه عندها اقوى عضلات في اللعبة، واللي جاي بعد كده الارقام اللي خلت الناس تسأل هو ده قانوني اصلا؟ علشان في سنة 2012 كawasaki ما عملتش تحديث، هي عملت انفجار في الهندسة. ظهر رسميا ال ZX 14R والرسالة كانت واضحة، النسخة القديمة كانت قوية بس دي مرحلة تانية خالص. الموتور اتفك واتبنى من جديد، الحجم كبر من 1352 سي لحد 1441 سي سي، بس الزيادة مش مجرد رقم على الورق. عد معايا كawasaki عدلت ايه: البساتم، عمود الكرانك، الكامات، نظام الحقن ونظام الاكزوست بالكامل، ونتيجة كل ده حوالي 200 حصان، عزم يقرب من 158 نيوتن متر، سحب يخليك تتأكد انك ماسك في اعصار. الفرق الحقيقي كان في العزم المتوسط، مش لازم تعلي ار بي ام قوي علشان تحس بالقوة، هو بيشد من تحت كأنه بيزق الطريق قدامه. التسارع مش طبيعي، من 0 ل 100 في أقل من 3 ثواني بسهولة، ربع ميل، أرقام كانت تلامس ال10 ثواني من المصنع. والأهم التوب سبيد كانت بتكسر حاجز ال 300 كيلومتر مستريح، بس طبعا كانت مقفولة ل 300 كيلومتر بسبب اتفاقات الشركات. القوة دي أكيد محتاجة قاعدة تمسكها، كawasaki عملت فريم أقوى وعدلت السوينج أرم، حسنت توزيع الوزن وركبت فرامل أقوى وخلت التعليق يستحمل السرعات المجنونة. كل ده خلى البايك على سرعة 280 كيلومتر في الساعة ثابت مش بيتهز. والأول مرة من سنين نشوف القوة تحت السيطرة. زد اكس 14 ار ما بقاش عضلات بس زي زمان، بقى فيه كمان عقل، في تراكشن كنترول وباور مودز واي بي اس، والباور مودز دي مختلفة عن الرايدنج مودز، بتخليك تختار وحش كامل او وحش بنص طاقته، لكن حتى نص الطاقة كان كفاية يخوف اي حد. 2012 كانت نقطة التحول، من اللحظة دي زد اكس 14 ار بقى مش بس منافس، بقى مرجع فئة الهايبر بايك. اي حد بيفكر في سباق خط مستقيم او تعديل مجنون كان الاسم ده اول حاجه تتقال. واللي جاي هيبقى ازاي زد اكس 14 ار بقى ملك الدراج ريس والتعديل المجنون. كمل الفيديو الاخر لان الجنان كله لسه جاي. لو في مكان بيبان فيه المعدن الحقيقي لاي هايبر بايك فهو خط مستقيم
طوله 402 متر واسمه الربع ميل. ثواني قليلة ممكن تاخد سنين من التعديل والتطوير، ووقت بيتكتب في يافطة قدام جمهور مستني يشوف مين اللي هيكسب. وهنا بالذات كawasaki نينجا زد اكس 14 ار ما كانش بيشارك، كان بيفرض نفسه على السباق. السبب مش مجرد القوة، السبب ان الموتور ده بيستحمل ال 1441 سي سي بتوعه، فيها بلوك قوي جدا، عمود كرانك متين، مساحة داخلية تسمح بتعديل تبريد قادر يشيل اي ضغط على الموتور. يعني تقدر تركب اكزوست كبير مفتوح، تعدل مبات تيون من هنا لبكره، تزود نيتروس حتى، او حتى تدخل في عالم التربو والموتور هيقول لك كمل. بس حتى من غير تعديل كawasaki زد اكس 14 ار كان بيخلص ربع ميل في حدود ال10 ثواني تقريبا. لكن اول ما تدخل عالم التعديل الارقام بتبدا تتحول لشيء غير منطقي. في نسخ متعدله بتعدي ال 250 حصان، وفي نسخ تربو بتكسر ال 300 و400 حصان، وده في بايك انتاجي اساسا. الشاسيه بيلعب دور كبير، كawasaki عملت قاعده عجلات اطول شويه وده واضح من شكل البايك، وده معناه ثبات اعلى في الانطلاق، تقليل احتماليه الرفع، وتحكم احسن في القوه. في الدراج الرفع مش استعراض، الرفع حرفيا خساره وقت. وزد اكس 14 ار كان متوازن، قادر ينزل القوه على الارض مش في السماء. اكيد المنافس التقليدي هنا هو السوزوكي هايابوزا، منافسه شرسه حتى جوه حلبة الدراج. الهايابوزا ليها تاريخ ضخم في الدراج ريس، لكن زد اكس 14 ار دخل اللعبة وبقوة. ناس كتير فضلته لأنه أقوى في بعض الفترات، وكمان من المصنع عنده قابلية تعديل عالية جدا. في الجراشات كان في دايما نقاش مولع، هتبدأ مشروعك على بوزة ولا على زد اكس؟ الناس بتحبه كمشروع تعديل لأن زد اكس 14 ار مش بايك حساس، مش سوبر سبورت بيحب اللفات وبس وعاوز صيانة كل يومين. ده موتور ضخم بيحب القوة، بيستحمل الضغط، وبيكبر معاك في المشروع. من ستيج 1 لحد مشاريع تربو كاملة الاسم ده دايما حاضر. زد اكس 14 ار في الملفات محترم، في السفر قوي، لكن في الدراج ريس هو بيته، ده المكان اللي صوته بيبقى اعلى وارقامه بتتكلم لوحدها. والفصل اللي جاي هنسأل السؤال الصريح، هل هو فعلا احسن من هيابوزا ولا المعركة لسه اصعب من كده؟ علشان في عالم الهايبر بايك في منافسة وفي عداوة تاريخية، المواجهة الحقيقية كانت دايما بين الزد اكس 14 ار والهايابوزا. دي مش مقارنة أرقام، دي مقارنة شخصيات. هايابوزا قصتها مشهورة، اتولدت سنة 99 عشان تكون الأسرع في العالم، تصميم انسيابي جدا مبني علشان اختراق الهواء، شكلها كأنها نقطة مية بتشق الريح. زد اكس 14 ار مش مهتم يبقى انسيابي قد ما هو مهتم يبقى عضلات، موتور أكبر، سحب أقوى، وشخصية أكتر عدوانية. واحد بيعدي الهوا والتاني بيدوس عليه. الأرقام على الأرض كانت حاجة تانية، في نسخ كتير من زد اكس 14 ار كانت أقوى حصانيا من المصنع، أسرع في التسارع على خط مستقيم، وعندها عزم أعلى. لكن هايبوزا ناعم أكتر، متوازن أكتر، وأوقات بيكون مستقر أكتر على السرعات القصوى لفترة طويلة. يعني المعركة ما فيهاش كسبان واحد دايما، المعركة أنت تحب مين فيهم أكتر. في الدراج المعركة كانت نار، الاتنين بقى أيقونات تعديل. مشاريع تربو على البوزة، مشاريع تربو على الفورتين ار، أرقام بتكسر 400 حصان، سباقات بتتحسم من أجزاء من الثانية. الجراشات حوالين العالم كانت بتتقسم لفريقين، ناس بتقول إن البوزة ملكة السرعة، وناس ترد إن الزد إكس أقوى من جواها. مع الوقت التطور الحديث قلب الموازين شوية. في 2021 رجعت سوزوكي بموديل هايبوزا جديد بإلكترونيات حديثة، لانش كنترول وكورنرنج اي بي اس ورايدنج مود. انما الزد اكس فضل محافظ على الطابع الكلاسيك الاقوى ميكانيكيا. الاتنين اسرع من احتياج اي طريق عام، الاتنين اقوى من اغلب الناس اللي بتركبهم، والفرق الحقيقي في الاحساس. لو بتحب سحب مفاجئ، عزم يضغط عليك، احساس عضلات تحت ايدك، والقوة الخام، هتميل للزد اكس 14 ار. لو بتحب السلاسة والانسيابية والتكنولوجيا الحديثة هتميل للبوزة. لو الاتنين قدامك بالمفتاح هتمد ايدك لمين؟ في موتوسيكلات بتموت فجأة، وفي موتوسيكلات بتنسحب بهدوء، زي نجم قديم بيطفي ويمشي من غير دراما. كوازاكي نينجا زد اكس 14 ار ما اختفاش علشان ضعيف، اختفى عشان العالم اتغير. مع دخول معايير يورو 4 ويورو 5 الموضوع بقى أصعب بكتير على مواتير الكبيرة التنافس الطبيعي.
وتعديل الموتور عشان يواكب القوانين الجديدة كان هيكلف كawasaki كتير، وكمان كان ممكن يقتل شخصيته. الهايبر بايكس دلوقتي بقت كلاسيك والطلب عليها بقى قليل، الناس بقت تحب النيكد اكتر والريس والتورينج. زد اكس 14 ار كان هو اخر نفس قوي من عصر كانت فيه الشركات بتتنافس على مين الاقوى مش مين الاشيك. واللي عاش الفترة دي عارف إن الاسم ده مش مجرد موديل، ده فصل كامل في تاريخ السرعة. كمان كان في شوية عيوب بتقلل من متعة التجربة، وأولها إنه تقيل جدا وحجمه كبير فالتحكم فيه كان صعب شوية. ما كانش أحسن حاجة في الملفات الضيقة لأنه بيحب الخط المستقيم أكتر من الملفات. استهلاك البنزين عالي ومش عملي في المدينة، وده طبعا راجع لحجم الموتور الكبير. ده موتوسيكل معمول للطريق المفتوح مش موتوسيكل عشان الزحمة. في زمن كله تراكشن كنترول وخرايط باور وداشبورد مليان ألوان، كان في وحش بيقول لك حاجة واحدة بس: حط الغيار والباقي عليا. الكوازاكي نينجا زد اكس 14 ار ما كانش مجرد موتوسيكل سريع، كان فكرة، والفكرة لا تموت. بضغطة بنزين بسيطة تحس إن الطريق بيتشد وراك زي فيديو مشغله بسرعة 2 اكس. بس بعد كده اختفى أو ما بقاش موجود كتير علشان الزمن بقى عاوز حاجة أهدى، أنضف في الانبعاثات وأقل في الجنون. لكن لكل واحد ساقه عارف إحساس العزم وهو بيزقك لورا، الثبات على سرعات الناس بتحلم بيها، الهيبة اللي بتخلي أي حد في البنزينة يسأل هو ده كام سي سي. الصراع مع سوزوكي هايابوزا كان فصل من كتاب السرعة. يمكن الإنتاج بقى قليل أو وقف تماما، لكن الاسم لسه بيتقال باحترام. وفي الآخر خليني أقولك حاجة: في موتوسيكلات بتشتريها عشان توصل المشوار، وفي موتوسيكلات بتشتريها علشان تبقى هي مشوار. وال14 ار كان من النوع التاني. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة وقول لي في الكومنتات انت مع مدرسة الهايبر سبورت القديمة والزد اكس والهايابوزا، ولا شايف ان الزمن الجديد والحاجات المودرن تكسب. وشكرا على المشاهدة.